في فصل دراسي مليء بالألوان والمرح، جلس الأطفال في مقاعدهم يصغون للدرس. في زاوية الصف كان سامي، الفتى الصغير المعروف بحركته الكثيرة، يلعب بورقة صغيرة ويلفها بين أصابعه. فجأة أفلتت الورقة من يده وسقطت على الأرض. ليلى التي كانت تجلس بالقرب منه لاحظت ما حدث، ونظرت إلى الورقة ثم إليه. بابتسامة هادئة قالت له باللهجة المصرية: يا سامي، النظافة من الإيمان، وما ينفعش نرمي حاجة في الأرض. توقف سامي وفكر للحظة، شعر بالخجل من نفسه ونظر إلى الأرض حيث الورقة ملقية، ثم نهض بدون تردد وذهب ليلتقط الورقة ووضعها في سلة المهملات. بابتسامة عريضة التفت إلى ليلى قائلا: عندك حق يا ليلى، المرة الجاية هرم الزبالة في مكانها. في هذه اللحظة كانت المعلمة تراقب الحوار بين التلاميذ وابتسمت بفخر. تقدمت نحوهم قائلة بصوت عذب: برافو يا سامي، كده تبقى مثل للولاد كلهم. المشهد ينتهي بابتسامة واسعة من سامي وليلى، فيما تتردد في الخلفية صوتيات موسيقية مبهجة تضفي جوا من السعادة والمرح، مع ظهور شعار قناة الأطفال: أتعلم وأضحك وأتسلى.